ازيكم يا أبطال؟ النهاردة مش أي يوم. القصة دي عاملة زي المفاجأة اللي تيجي وانت مش متوقعها. شدوا الحزام وركزوا من أول ثانية عشان اللي جاي هيخلي دماغكم تعمل ريميكس. ويلا نبدأ الرحلة وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبقى بداية كلها بركة وحماس. وأثناء ذهابهم للفندق بتاعهم بيلاقوا زحمة ناس متجمعة، فبيروحوا يشوفوا الوضع ده. وبنشوف إن مجموعة من العصابة اتجمعوا على شيخ كبير وحاولوا يضربوه، وإن الشيخ ده بيستنجد بأي حد عشان ينقذه من إيديهم. وفجأة بيظهر واحد ضخم جدا من ورا جين مو وبيقول: اللعنة في أي مكان تروح فيه دايما في أوغاد زيهم. مش مصدق إن الكل متجمع هنا عشان يتفرج على ده بيحصل. الحمقى دول إزاي يتجرأوا يعاملوا كبار السن بالطريقة دي؟ وبيبدأ الشخص ده يتقدم للعصابة دي وبيقول: طائفة التلال الزرقات، طائفة قمة الجبل، العيلة حكيمة لشاس، فين الأوغاد دول بجد؟ مش بيقدروا يشوفوا زوجين كبار في السن بيتعرضوا للاعتداء من الأوغاد دول؟ وفجأة بيمسك بإيده واحد من أفراد العصابة دي وبيقول له: بما إن في 3 عائلات كبيرة ساكنة في مقاطعة شاسايون، ليه ما بيعملوش أي حاجة بخصوص ده؟ وفي أقل من لحظة بيسحق إيد الشخص ده وبيمحيها كأنها ما كانتش موجودة قبل كده، وبيبدأ الشخص ده يصرخ جامد من شدة الألم. بس بنشوف الراجل الضخم ده وجه لراسه لكمة مباشرة قطعت راسه من جسمه وسحقتها بالكامل. وفي أقل من لحظة بيهجم عليه واحد ماسك سيف وهو بيصرخ: مين أنت بجد؟ بس بنشوف الراجل الضخم ده بدأ يضحك جامد، وفي أقل من لحظة بيوجه له هجمة بتسحقه بالكامل. وفجأة بنشوف الفرد الثالث وهو طلع السيف بتاعه وبيهجر عليه بسرعة خاطفة، بس في لحظة بيقدر الراجل الضخم ده يمسكه كويس وبيوجه له ضربة بصبعة في راسه بشكل مباشر. وبنشوف جين بيبص ليهم وبيقول: باين إنه بيتعامل مع الوضع ده، خلينا نرجع. وبنشوف مون جونج بيقول: أخويا الكبير، شفت ده؟ نقرة صبعه قطعت رقبة الراجل ده، ممكن يكون في حد بالقوة دي في العالم ده؟ وفعلا بنشوف جين مو ومون جونج وهم راحوا للفندق بتاعهم، وفجأة بنشوف نائبي القائد وهم بيقدموا التحية، وبيقول واحد منهم: أهلا بعودتك أيها القائد. وبنشوف مون جونج وهو مستغرب جدا وبيقول: إيه ده؟ قائد؟ إيه اللي بيتكلم عنه؟ وفجأة بيظهر شخص ضخم جدا من وراهم، وبنعرف إنه يون غومسو سونج، وهو قائد السرية الحديدية، وهو نفس الشخص اللي قضى على العصابة اللي اتنمروا على الراجل العجوز. وبنشوف القائد سونج بيبدأ يضحك جامد وبيقول: سعيد إني شفتكم تاني يا رجالة، أتمنى تكونوا قضيتم رحلة آمنة كلكم. وبنشوف نائب القائد موهان وهو بيطلع القائد سونج على آخر المستجدات، وبنشوف القائد سونج وهو سعيد جدا وبيبدأ يضحك جامد وبيقول: بجد ده حصل معاكم يا رجالة؟ ده مثير للإعجاب، شغل كويس يا نائب القائد. وفجأة بنشوف القائد بيقدم التحية لجين وبيقول له: اسمي يونج ماسونا، اتشرفت بمقابلتك. وفعلا بيبادله التحية جين وبيقول له: أنا اسمي جين، قائد يون. فبيرد عليه القائد يون بيقول له: سمعت إن شخصيتك كانت فظيعة حسب نائبي، كان عنده صعوبة بالغة في التعامل معاك، ومن الجيد إنك هنا، كنا على وشك نعمل اجتماعنا، تعال واقعد معانا. بس بنشوف السيدة يون مصدومة جدا من الكلام ده وبتقول له: إيه ده؟ بس يا قائد يونج. فالقائد يون بيبص ليها وبيقول لها: ماشي، الشخص المسؤول عن الرحلة دي من جماعة التنين الأبيض التجارية هي السيدة يون سيونين. سيدة يون سمعت إنها مفقودة كمان. لو ده الحال يبقى عنده الحق زي أي حد فينا هنا إنه يشارك في الاجتماع ده. فبيرد عليه قائد الحرس بيقول له: يا قائد يونج، بس دي مسألة مهمة خاصة بالمسؤولين بس. فالقائد يونج بيستغرب جدا وبيقول له: ايه ده؟ انتوا ما قلتوش يا رجالة ان الراجل ده قوي زي الجحيم؟ ايه الضجة دي؟ مش المفروض يكون إضافة كويسة لينا؟ على أي حال خلينا ننسى التفاصيل الصغيرة، احنا في وضع أي شخص عنده قوة مهم لينا، مفيش داعي نكون صعبين الإرضاء، كونوا ممتنين إننا هناخد مساعدة على الأقل، ده غير إن الأوغاد الأقوياء دايما هم الأفضل. وبنشوف القائد يونج بدأ يضحك جامد ويتفخر قدام كل الحاضرين، وبنشوف مو جون مصدوم جدا من اللي بيشوفه وبيقول: أنا مش بنتمي للمكان ده.
وبيبص لجين مو وبيقول له يا أخويا الكبير همشي أنا الأول. فجين بيرد ماشي فهمت، يبقى هشوفك بكرة. وفعلا بيبدأ الاجتماع، وبنشوف القائد بيقول دلوقتي الأهم بيجي الأول. انتوا عارفين خلاص الناس اللي رافقوكم من مدينة نانج اللي في مقاطعة قانسو، يبقى اسمحوا لي أقدم لكم التانيين اللي لسه ما تقابلتوش معاهم. نبدأ بالراجل ده هنا اسمه المقطع، مش متأكد من اسمه الحقيقي بس زي ما انتوا شايفين انه مختل عقليا. والراجل ده هو مان سيوجين، انه راجل عادي جدا بس مناسك. واخيرا وليس اخرا الراجل ده هو جي سونج يول، عنده شخصية وحشة عشان كده كونوا حذرين. ماشي، واعتقد ان ذكرت الكل على ما اتذكر. وبنشوف جين مو بيقدم ليهم التحية وبيقول تحياتي لكم كلكم، أنا اسمي جين. وبنشوف القائد مونج بيقول ماشي، دلوقتي بما إننا خلصنا تقديم بعضنا البعض خلينا نبدأ الاجتماع. وبنشوف القائد وهو سعيد جدا وبيقول في نفسه جين إنه زي ما قال لي نائبي ما أقدرش أحس بأي كي منه، كأنه ما عندوش كي أصلا. يبقى أنت بتخطط تخبي مهاراتك لحد النهاية، إنه مش واخد عادي بكل تأكيد. وبنشوف قائد الحرس وهو بيقول ماشي، اسمحوا لي أكرر اللي كنا بنناقشه مع نواب القادة الأول. الوضع في يونام معقد جدا زي ما انتوا عارفين كلكم. بغض النظر عن طائفة السيف الأزرق العميق، مفيش طوائف مشهورة كتير جوه مقاطعة يونام، وده السبب في إن القبضات المحطمة قدرت تستولي على يونام وتستقر فيها بسهولة. وبنشوف إن الكلمات دي وقعت زي الصعقة على جين مو، بس هو ما ظهرش أي رد فعل. وبيكمل قائد الحرس بيقول قدروا يعملوا طائفة كبيرة وقدروا يبقوا واحدة من أكبر الطوائف نفوذا في يونام، وبسبب ده هم في حرب مستمرة مع طائفة السيف الأزرق العميق. في الظروف العادية المفروض التحالف السماوي المركزي يتوسط في النزاعات دي، بس لأي سبب كان هم بيختاروا يفضلوا متفرجين. وده السبب في إن الوضع في مقاطعة يونام بيسوء كل يوم. ووفقا للأسباب دي مش بس جماعة التنين الأبيض التجارية هي اللي اتأثرت، لكن تجار كتير تانيين اتأثروا بنفس الشكل. ده السبب في إننا بعتنا مبلغ كبير من الفلوس للقبضات المحطمة عشان نطلب تعاونهم في الماضي، بس ده خارج عن الموضوع. وكل ده خلى تجار كتير يترددوا في الدخول لمقاطعة يونام واقتصادهم اتدمر تماما. وبنشوف القائد مستغرب جدا من الكلام ده وبيقول ماشي، باين ان في حد بيحاول يوقف تداول الفلوس جوه مقاطعة يونام، اعتقد ان في طرف ثالث في المشكلة دي. فبيرد عليه النائب بتاعه وبيقول له انا اشك بشدة انهم الاتنين بس، طائفة السيف الازرق العميق والقبضات المحطمة. فبيرد عليه القائد وبيقول له ايه ده، لو كان في طرف ثالث متورط في المسألة دي. فتتدخل النائبة وبتقول ما اقدرش نستبعد الاحتمال ده، بس الحاجة دي ما اقدرش نثبتها كمان. فالخدة متضايق جدا وبيقول يا للإزعاج، انتوا يا الريخ اكيد جبتولنا شوية شغل مقرف المرة دي. وفجأة بنشوف جين وهو بيقول في النهاية عشان نكشف الوضع ده كله وكمان نكشف اختفاء عمي، انا متأكد ان كل ده ممكن نلاقي اجابته اول ما نوصل لمقاطعة يونام. وفي قائد الحرس بيبص ليه وبيقول على الأرجح هيكون ده هو الحال. بنشوف نائب القائد وهو بيقول أنا متأكد إنه عاجلاً أو آجلاً هنضطر نواجه القضايا دي بنفسنا، ولكني بعت بالفعل جاسوس عشان يجمع لنا شوية معلومات مسبقاً. بحلول الوقت اللي نوصل فيه لمقاطعة يونام أنا متأكد إنه هيكون عنده شوية معلومات لينا. بيقول القائد تمام، كنت بتساءل فين هو المتعقب، هل بعتوه بالفعل يا جماعة؟ بتقول النائبة مهان هو اللي بعته، وده لأن الكسلان ده مش هيكون مفيد لنا في القتالات. بيبدأ القائد يضحك بشدة وبيقول عمل جيد بالفعل، حسناً حسناً، ودلوقتي هسيب نواب القادة ينهوا الاجتماع ده، اتأكدوا بس تبلغوني بقراركم النهائي. دلوقتي بعد ما بقى عندي فهم أساسي للوضع ده هحاول ألاقي حاجة من طرفي أنا كمان، من الأفضل ليا أخرج من هنا. وبالفعل بنشوف القائد وهو بيخرج من الاجتماع ده، وفجأة بيبص لجين مونوون وبيقول له بتخطط تفضل هنا يا فتى؟ ليه ما نتمشاش شوية بره؟ المشهد بينتقل وبنشوف جين مونوون والقائد وهم بالفعل بدأوا يتحركوا في المدينة. وبيقول القائد نائب القائد مهان مفكر حقيقي، عشان كده هو المسؤول عن كل الأعمال السرية الحديدية السرية، وده لأني بثق فيه بالكامل. مهان مدرك أنه اعتمادا على أفعاله مستقبل السرية الحديدية بيقع بإيديه، عنده شعور كبير بالمسؤولية، وده بسبب العبء التقيل اللي مرمي على كتافه. عشان كده بيعيش حياته وبيحسب كل أفعاله، وده بيخليه من الصعب عليه إنه يتعلم إمتى يرسم الخط الفاصل بين بعض المسائل.
بس ده أمر معقول، لأن أي حد ممكن يبقى كده لو واجه مسؤوليات أكتر وأكتر. عشان كده آمل إنك تكون أكتر تفهماً لطبيعة الراجل ده، وما تعتقدش بس إنه واخد متصلب الرأي. فجأة بنشوف إنهم وصلوا لزقاق فاضي. بيبصله جين وبيقول له: ليه بتقودني لطريق مسدود؟ بيبدأ القائد يضحك بشدة وبيقول له: ما تقلقش، مش كأني بخطط أقتلك يا فتى. بيبصله جين وهو بيضحك وبيقول له: أيها القائد، تفتكر بجد إنك قادر تعمل ده؟ بيبصله القائد وبيبدأ يضحك بشدة، وفجأة بيبدأ يفعل هالته الخاصة وبيقول: دي حاجة ممكن نعرفها بعد ما نتبادل شوية ضربات. بنشوف جين مون وون وهو بدأ يفعل طاقته الخاصة والظلام بدأ ينتشر حواليه وبيقول: حسناً، ده صحيح على ما أعتقد. وبنشوفهم هما الاتنين وهم استعدوا لمواجهة بعض، وحرفياً بدأت طاقتهم تصطدم بشكل مرعب. فجأة بنشوف القائد وهو بدأ يضحك بشدة وبيقول له: ده مؤسف، بس لازم نحفظ ده لوقت تاني، في حاجة أهم لازم نعملها دلوقتي. بنشوف جين موان وهو مصدوم جدا من الكلام ده، وفجأة بنشوف القائد وهو بيخبط على باب من الأبواب الموجودة في المكان ده وبيقول: إحنا محتاجين نجمع شوية معلومات ليها علاقة بالوضع في مقاطعة يونام الأول. وبالفعل بيخرج له راجل عجوز وبيقول له: إحنا قفلنا النهاردة فامشوا. بيبص له القائد وبيقول له: أنا قائد السرية الحديدية يونج موسونج، أعذرني. بيرد عليه العجوز ده وبيقول له: مش متأكد تقصد إيه يا سيد. بيقرب منه القائد وبيقول: ضوء القمر الأسود. وبالفعل بنشوف الراجل العجوز ده وهو بدأ يبص حوالين المكان، وفجأة بيقول له: تمام، اتفضلوا من فضلكم. وبالفعل بيدخل البيت القائد وجين موان، وبيقول لهم الراجل ده: استنوا هنا لحظة من فضلكم. بنشوف جين موان وهو مصدوم جدا من اللي بيحصل حواليه، وفجأة بيقول القائد: ده واحد من فروع ضوء القمر الأسود، الشخص اللي احنا على وشك نقابله ممكن يكون حتى زعيم فرع للمنظمة كلها. المكان ده بيوفر معلومات قيمة لفنانين الدفاع عن النفس اللي هم على الأقل في نفس مستواهم، عشان كده من الصعب جدا على الناس العاديين يتواصلوا معاهم حتى. بيبصله جين موان باستغراب وبيقول له: بس ليه جبتني هنا؟ بيرد عليه القائد: كنت عايز بس أعلمك بالمكان ده، لازم تحط في اعتبارك دايما إن أماكن زي دي موجودة في عالم الموريم، وده لأن عالم الموريم أكبر بكتير وأكتر غموضا مما ممكن تعتقد. بيستغرب جدا جين موان من التصرفات دي، وبيقول في نفسه: في كتير في العالم ده ممكن ما تشوفهوش العين، هل بيقول لي أكون حذر في تصرفاتي؟ وفجأة بيقول له: نصيحة القائد يونج هتأكد إني أحطها في عين الاعتبار. فجأة بتقطعم ست لابسة قناع وبتقول: بعتذر عن الانتظار، إنه من دواعي سروري إني أقابلك يا قائد السرية الحديدية يونج، اتفضلوا. ويا عزيزي المشاهد، بنعرف إن مجموعة ضوء القمر الأسود أصلهم كان لغز، وما كانش فيه حاجة معروفة عن مين كان سيدهم، بالإضافة للغرض من إنشائها، فضلا عن إن عدد أعضائهم كمان كان مش معروف. كانت منظمة محاطة بالظلام، ومع ذلك كان في حاجة واحدة مؤكدة، وهي إن كان عندهم القدرة يشتروا أي نوع من المعلومات، وكانوا قادرين يعملوا ده قبل أي حد تاني، ولذلك بيعتبروا من أقوى الفرق الاستخباراتية في عالم الموريم. فجأة بنشوف الست دي وهي بتقول: إنه لمن دواعي سروري إني أقابلك يا قائد السرية الحديدية يونج، أنا قائدة فرع القمر الأسود في شاسيون ماي وولروين. وبتبص لجين موون وبتقول له: حسناً، ومين ممكن يكون ده؟ بيرد القائد وهو بيضحك وبيقول: ده واحد من معارفي. بنشوف جين موون بيقدم لها التحية وبيقول لها: اسمي هو جين. بنشوف الست دي وهي بترد وبتبادله التحية وبتقول له: لو كنت من معارف القائد يونج إذن لازم تكون شخص لا يصدق، إنه لشرف لي أني أقابلك يا سيد جين. حسناً، ودلوقتي إيه هي المعلومات اللي بتبحث عنها النهاردة يا قائد يونج؟ بنشوف القائد يونج وهو بيقدم لها سرة من المال وبيقول لها: عايز أعرف أكتر عن الوضع في مقاطعة يونام، مش لازم يكون الموضوع كبير، فبس قولي لي أي حاجة تعرفيها. بترد عليه بتقول له: مقاطعة يونام حسناً، ده واحد من الأماكن اللي كنا بنوليها اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، بس للأسف ما قدرناش نجمع معلومات كتير زي ما كنا نأمل. ومع ذلك اللي مؤكد هو إن الخلاف بين القبضات المحطمة وطائفة السيف الأزرق العميق بيتم تدبيره حالياً من طرف ثالث. بنشوف القائد مصدوم جدا وبيقول: لعنة، زي ما اعتقدت بالظبط. إذا التجار اللي فقدوا في مقاطعة يونام من المحتمل جدا إنهم محتجزين أو اتقتلوا من الطرف الثالث ده.
بتود عليه الست وبتقول له لو كانوا اتقتلوا كانت جثثهم هتكتشف بحلول دلوقتي. من المستحيل بالنسبة لهم يتخلصوا من مجموعة تجار كبيرة من غير ما يسيبوا أي أثر ليهم. بيبصها باستغراب وبيقول لها هل كنتوا قادرين تعرفوا مين هو الطرف الثالث ده؟ بترد عليه بتقول له زي ما قلت قبل كده ما قدرناش نجمع معلومات كتير بخصوص الحالة في مقاطعة يونام. لو جيت في وقت لاحق من المحتمل نكون لقينا دليل من نوع ما، بس شكلك جيت بدري شوية يا قائد يونج. بيقول القائد سمعت ان التحالف السماوي المركزي ما عملش حاجة عشان يتوسط في القضية دي، هل ده صحيح؟ بترد عليه بتقول له لا، تم إبلاغنا ان التحالف السماوي المركزي بعتوا بالفعل مجموعة من المفتشين في الآونة الأخيرة. بيقول القائد ده يبدو معقول دلوقتي، من المستحيل ان الأوغاد دول يفضلوا مكتوفين الأيدي بيتفرجوا. اللعنة، شكلنا هنحظى بوقت صعب المرة دي. بنشوف القائد وهو هيمشي وبيقول من المحتمل إننا نخسر أكتر مما ممكن نكسب، أيا كان يلا نرجع. وفاتها بنشوف الست المقنعة دي وهي بتبص لكمية الفلوس اللي حطها لها وبتقول بالنسبة للمبلغ اللي دفعته شكلنا اتدفع لنا أكتر من اللازم شوية مقارنة بكمية المعلومات اللي قدمناها. عشان يكون التبادل عادل اسمح لي أقول لك معلومة واحدة إضافية. في راجل اسمه نيونغ وان بانج بيسعى يلحق الأذى بيك وبجماعتك يا قائد يونغ. كان بيتجول بيدور على توظيف مغتالين مهرة. بيصعق حرفيا القائد من سماع الاسم ده وبيقول ايه نيونغ وان بانج العجوز غريب الأطوار ده بيعمل كده؟ حسنا إذن فهمت. وبالفعل بيخرج القائد وجين مو وان من المكان وبيروحوا لحانتهم الخاصة. فجأة بنشوف الست دي وهي قاعدة وفجأة بتقول أيها الشيخ الأسود، وفعلا بيظهر الراجل العجوز ده وبيقول نادتيني يا سيدتي، وبتكشف عن وشها وبنكتشف إنها شابة في ريعان الشباب وهي ماي وول ريونغ، وهي تبع مجموعة القمر الأسود فرع شاسي وهي القائدة للفرع ده. وفجأة بتقول بمجرد ما الراجل ده يخطو جوه مقاطعة يونام خلي الأقمار تتعقبه. بيرد عليها الراجل ده وبيقول لها أمرك يا سيدتي، هتأكد إنهم يتعاقبوا القائد يونغ. بتبص له وبتقول له لأ مش هو، أنا بتكلم عن الراجل ده اللي اسمه جن، ابعت الأقمار الخفية من ربة السماء. بنشوف الراجل العجوز ده وهو مصدوم جدا وبيقول ايه الراجل اللي كان جنب القائد عشان شخص زيه عايزاني ابعت الاقمار الخفية. بنشوف الراجل ده وهو مصدوم جدا من الامر ده وبيقول في نفسه مش بس كده ولكن القسم الاكثر موهبة والاقل من بين الاقمار الخفية قسم رتبة السماء هل يحمل كل القيمة دي بالفعل؟ وبيرد عليها ويقول لها أنا بقبل طلبك بكل تواضع وهبلغ الأقمار الخفية إنهم يبعتوا قسم رتبة السماء عشان يتعقبوا الراجل اللي اسمه جن. وبنشوف الشاب دي وهي بتقول الراجل ده بكل تأكيد يحمل حاجة في طياته، أنا واثقة إن وراه سر ما. بنشوف جين وهو بيقول القائد يونغ إذن في طرف ثالث متورط؟ في اجتماعنا قبل كده مش افترضت بالفعل إنه ممكن يكون في طرف ثالث متورط في الأمر ده؟ بيرد القائد يونغ وبيقول له التكهنات البسيطة بتختلف عن تأكيد الأمر. ممكن تعتقد إن المعلومة دي مش بتحمل قيمة كبيرة، بس التأكيد الصغير ده لوجود طرف ثالث هيغير احتمال التهديد عشان يصبح خطر حقيقي على المجموعة. بس على أي حال عندي أمر تاني مزعج أتعامل معاه. العجوز غريب الأطوار ده نيونغ وان بينج. بيرد عليه جين وبيقول له هل لي أن أسأل مين هو؟ بيرد عليه القائد وبيقول له ده شخص عنده مكانة عالية في مقاطعة تشاسو وكان هو اللي استأجرني قبل ما قابل مجموعتنا. أنا اكتفيت بحماية رحلته من حوض المستنقعات المالحة في مقاطعة شونجي طول الطريق للعودة لمقاطعة تشاسي، وكل اللي أعرفه إنه لقى كنز ما في حوض المستنقعات المالحة. أنا بصراحة ما اهتمتش ولا كان عندي أي اهتمام في ده، بس هو طلب مني إني أخلي الموضوع سر، حتى إنه خلاني أقسم عهد بالصمت، بس شكله لسه مش بيثق فينا بالكامل. حسناً، ده هو المتوقع بما إنه مجرد عجوز جاش على قيط. بنشوف القائد وهو متعصب جدا وبيقول بس إزاي يتجرى يصدر حكم بالموت علينا؟ وفجأة بيبص القائد لجين وبيقول له مفيش داعي لكل القلق ده، هعرس إنه ما يحصلناش حاجة في رحلتنا لمنقطعة يونام، لازم ترجع للفندق دلوقتي، لسه عندي شوية أعمال لازم أقوم بيها. بيرد عليه جين وبيقول له حسنا إذن، وفعلا بيسيبه وبيمشي. بنشوف جين وهو بيشاهد مو جونج وقت تدريباته، وبالفعل بنرى مو جونج وهو بيتدرب بشدة من غير أي تهاون. وفجأة بياخد باله جين مو وان من حاجة وبيلاقي إن السرية الحديدية بالكامل خرجوا، وبيقول في نفسه إيه ده؟ السرية الحديدية رايحين فين في الساعة دي؟ حسنا مش لازم أشغل بالي بحاجة زي دي. الوقت بيمر
وشمس صباح اليوم التالي بتشرق. فجأة بيصرخ فيهم قائد الحرس وبيقول: آمل إن الكل نام كويس، ما عندناش وقت نضيعه، الموضوع هيبقى أكتر صرامة من دلوقتي ورايح، اتأكدوا تفضلوا مركزين للآخر، وبهذا يلا بينا. وفعلا بدأ الكل يتحرك. بنشوف مو جونج وهو بيبص الأفراد السرية الحديدية وهو متعجب جدا وبيقول: إيه ده؟ السرية الحديدية؟ كانوا بيعملوا إيه الليلة اللي فاتت؟ وبنشوف إن كل أفراد السرية الحديدية منهكين من التعب وبدأوا يناموا فوق عربات الترحال. بيبص مو جونج لقائد السرية الحديدية وبيقول في نفسه: حتى كلهم بيناموا دلوقتي، بس الراجل ده بيقلقني، مش قادر أقرب حتى من الأخ الأكبر. أنا بالفعل حاسس بالرعب منه. فجأة بنشوف واحد من الأشخاص بيقول: سمعت بالأخبار؟ بيرد عليه الشخص اللي جنبه: لما رحت السوق الصبح سمعت إن الليلة اللي فاتت اللورد نيونج اللي هو شخصية بارزة في مقاطعة شيسو بعض الأوغاد دهموا بيته وقتلوه هو وكل عيلته، بيقولوا إنها كانت مذبحة. بيقول له: بجد؟ يا لها من ليلة حافلة بالأحداث. الوقت بيمر والمشهد بينتقل لجين والقائد وهم بيتكلموا. بيقول القائد: إذن أنت عرفت؟ بيقول جين: أيوة. بيقول القائد: كانت مذبحة ليهم حتى الأبرياء اللي اشتغلوا عند نيونج وين بينج. بنشوف قائد السرية الحديدية وهو متضايق جدا، وفجأة بيقول: لما يتم اختلاح العشب لو منتزعتش كل جذوره بشكل صحيح هيجي الربيع وهتظهر البراعم تاني. لازم تتعلم تقدر حواسك تجاه آلام الآخرين لما يكون حتى أصغر تهديد بإمكانه يصبح خطر على شعبك. فجأة بيقطعه جين وبيقول له: هل دي هي معتقدات السرية الحديدية؟ هل ده نوع السمعة اللي كنت بتحظى بيها؟ فجأة بيرد عليه القائد وبيقول له: مفيش داعي تكون بالشكل ده. في نقطة ما من حياتي مريت بمرحلة كان قلبي بيحترق فيها بالشغف للعدالة زيك تماما، فمش كأني مش فاهمه. بالإضافة لده نيونج وين بينج هو اللي مش بيثق فينا وكان بيخطط يقتلنا الأول. حتى لو كنت بدأت بحقن الدماء مفيش حاجة من ده تهم. أنا في موقف لازم أعطي فيه الأولوية لحياة أتباعي. لو ما ضربتش الأول ساعتها إحنا اللي هنتعرض للضرب. ده أمر مؤسف، بس ده هو الواقع القذر لعالم المريم. في النهاية أنا عندي شعور إنك على دراية بالحقيقة دي. بنشوف جين مو وان وهو متعصب جدا من الكلام ده وبيقول له: لأ، أنا فقط مجرد جبان. ها، حسيت بالرحلة؟ صدقني ده كان مجرد بداية، الجاي أعظم، أعمق وأخطر. فما تسيبناش كده، خلي بصمتك بلايك واشترك، وتعليقك هو اللي يفتح لنا باب المغامرة الجاية. خليك جاهز لأن اللي جاي هيكسر كل التوقعات. ويلا صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام.